البيت يا بيتي يا جان. ها؟ انا هقعد في البيت جان. تقعد في البيت ما تقعدش ليه؟ لا انا مش هقعد في البيت ده، سقفوا لي بجريد. انا سقف لك بجريد وما بتلاقي. في ناس وانا الحديد اللي مشغله ابعت لك بالفلوس وابعت لك بني لك موبيا ومن غير سقف. فلوس اللي بعتها هذه يا مدلدل انت. ما انا متغرب 4 سنين ليه يعني؟ عد الفلوس وعد الطوب يا عد الفلوس وعد الطوب. عد الفلوس وعد الطوب. انت نايم يا حديد قال عايز نصب لك بحديد دقيقتي طن الحديد ب 50,000 جنيه. 50,000 جنيه ان شاء الله يكون ب 100,000 جنيه. انا عايز شقه من باطل، شقه لوكس. انا اتفقت مع عمي على الكلام ده كله. طب اتفقت عليها هات. ايه اتفقت عليه يعني اجيب لك من وين انا؟ ايه ده لك اروح اقول له ليه؟ ما الفلوس اللي هتجيبها هتولد. انا ماليش فيه، انا ماليش فيه، بدل ما اسيب لك البيت واقفش. طب ما تطفش ولا تتقدر على راسك وراس اللي جابوك. مال الجريد ومال الطوب يا ابن الجو. بان على حقيقتك، بان على حقيقتك. شفطت الفلوس ومش عايز يتجوزني. انا قلت لك عد الفلوس يا دي انت هات وعد الطوب يا دي انت هات. عارف لو ما بطلتش لعب هنحط العصايه في خشمك تطلعها من عنقك. انا اعمل ايه يعني؟ انا اعمل ايه؟ انا اتجن اشرك هدومي، انا اشرك هدومي. ليه العمل انت بتعملها معايا يا اخي؟ يا انت طن الاسمنت انت انا دافع لك بتاع 50,000 عشان خاطر ندور لك حبات الطوب دي اللي انت هات. وكل يوم الاسعار بتزيد يعني؟ ايوه كل يوم ما انت مش نايم بقى. ايه دي؟ انا ماليش فيه، انا عايز دلوقتي تجيب لي حديد وتسقف لي زي ما اتفقت مع الراجل لو جه شاف الحاجه قد كده هيقول لي بنتك مش هديها لك. معك 10 سنين تاني عشان تجيب لك منين حديد، ومعاك 10 سنين تاني عشان تجيب الاسمنت اللي قصاده، ومعاك 10 سنين تاني عشان تخلص تشطيب الشقه، وبعد كده توكل على الله موت انت وهي. يعني اكون طلعت معاك انا من غير ما اتجوز، اكون طلعت معاك انا اهجل انا لو رحت فين انا هناك. يا ناس يا ابوي الحقوني، اخوي مش عايز يتجوزني، اخوي اكل علي الفلوس. الله يخرب بيتك وبيت اللي جابك هنقول لك عد الطوبه وعد الفلوس. انا حطيت فلوس من جيبي. بص روح لنسيبك واتفق معاه وقول لي الناس عارفه الظروف دلوقتي يعني الشباب هيعمل ايه. شوف يا اخي يمكن يقول لك امين. ما قلت لك نعمل لك خطين على جدك. ايش دعوه انا هجرزك في البلد كله، انا همشي عريان. يا ده اقول اخوي اكل فلوس علي. يا ده هعمل لك صاله هعمل لك صاله وهعمل لك مطبخ وديك اوضه النوم تتكلفت فيها برضه انت منظر عريس ده يا ناس. يا ناس الحقوني يا ناس، يا ناس الحقوني يا ناس، يا ناس يا ناس الحقوني يا ناس. اللي سيبك يا خش لك سفه معاه اخوك. انا هجرسك في البلد كله. ايه دي؟ اهلا الحمد لله على السلامة يا سعيد. ايه يا عم ابو نسب؟ ولا ابو نسب ولا ابو حسب ولا ابو عبد العال حتى. صبيت يا يود صبيت ياد. لا والله يا عمي رحت لقيت اخوي عامل لي السقف كده حلو على مش بتاعت يا سعيد، انا مدفوق عليك شقة من بابها تصب وتشطب وتمحر وتركب سباكة وتركب كهرباء والحمام يكون ركنية والسخن وبارد، غير كده ما فيش جوازة يا سعيد. والله لقيت اخوي عامل لي. لا ليه يا اخي؟ هو كده يا بخت من وفق رسام في الحلال يا ولا حلال ولا مش حلال. امشي يا سعيد ما فيش جواز. بحبني وانا بحبها يا اخي حرام عليك. حبك مين يا تحبك برصو 7 خرصة. يلا يا امشي يا عمي معلش يلا يا معلش والله. ما تجيش يا عم انت يا تروح يا اخي حرام عليك. يا تروح يا شرلاط يا تطلع يا هتكسر بقلبي يا اخي. قلبك مين الله يتكسر قلبك وقلب اللي خلفك. اطلع انا متفوق معاك تجيب شقه من بابها ما جبتش ما فيش جواز. قطمع سم من نحته يا مدلدل يا شلاطه. بلطة يا اخوي بلطة وقعدت على تله. نزل رجلك داعي نزل رجلك عشان متعصب عليك. عندي شد عدل يا انت ما شفتش السوليه هو عندي شد عدل في الملعب. بلا شد عدل بلا شد باستكلال. انت هتقول لي كده انت هتقول لي الجوازه باظت والحمد لله. انت انا قاعد جنبك هقعد في جرابيزك مش هخليك تطلع ولا تخش. يا دري هدي انت انا هي مشاني قال لي ما فيش جواز. ما تجري وراك ولا يغورك كده دي هي الخسرانه. هي اللي خسرانه ده انا اللي خسران. ده البيت حته منجايه كده البيت تتاكل اكل الناس كلها هتموت عليها وتقول لي سيبها. يا اخي حرام عليك يا اخي حرام عليك يا اخي. اروح فين واجي فين يا اخي؟ تروح وين وتجيب لي امال نرمين الفيقي دي بتنرمين الفارق. بلا فايق بلا مسطول انا هاخدها سواء انا رضيت ما رضيتش هاخدها. بدل ما اجيب لك الجرس واقعد في جرابيزك هنا في البيت ولا اخليك تعرف تطلع ولا تخش. يعني هو قال لك ايه؟ قال لي لا ما كانش تصب وتسقف معايا الشقه لوكس ما كانش كده مش هتاخدها ودار وراي وزقني. الله يرحم ابوه. طب ده كان ينفوا الفرن بعد ما يخلصوا خبيث ده يا ويدك كانت ايام مدلدل كانت ايام معدد. انا دورك في ايامي انا
عايز شقه لطف عشان اتجوز الجوازه دي، الجوازه اللي بعد دي انا مش هروح فين انا؟ قول لي كده. تعال هروح، لا انا هروح معاك، هنشوف هروح معاك، ما هروح معاك، ما هروح معاك، ما هروح هروح لو ما معاك. اقتنعش، لو ما اقتنعش هسوي لك كتير، هعمل لك جرس في البلد كلها. يا اخي انت عشان اتجوزت وارتحت مش عايز تتجوزني، يا اخي حرام عليك يا اخي، يا اخي حرام عليك يا اخي، يا اخي يا اخي اسمعي يا اخي، يا اخي اسمعي 35 سنه هروح وين انا هروح وين؟ بس تروح جهنم، ما هنيني رايح معاك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب. لا حول ولا قوة. ايه يا عم حسام؟ يا عامل يا حاج سمير، ايه في مال؟ قبل ما خشمك يفتح يقول كلمة تقعد ساكت طول ما أنت جاي مع أخوك. ماشي يا عم اللي انت تشوفه. ياد ما تقولش يا عم ياد. اسمعت إيه في يا حاج سمير؟ اقعد ساكت ياد. يا ابوي ايه في دلوقتي يعني خلاص؟ ها؟ لازم يصب يعني ساكن في برج انت؟ ما سكنش في برج لازم يصب لك البيت. حاج سمير. امال ايه؟ بس يعني 4 سنين مش قادر يصب، امال هيتجوز ازاي ويفتح بيت ازاي يا حاج سمير؟ طب انت من 4 سنين عارف تشتري حله لبنتك؟ ما عرفش نشتري، هنشتري بالقسط. طبعا القسط يعني هيفوتها لك بتاع القسط مش هياخده منك. لا هنسدده مع الزمن يا حاج سمير، هنسدده مع الزمن. مع الجوازات اللي فيها ضغوط دي مش هتكمل، اخرها 3 4 شهور وهتتطلق. عشان ما تجيبليش 80 عربيه في الشارع وتكفل لي الطريق وانت مفيش ربع جنيه في جيبك. هتطلق وعربيتها تجيب الليل صح. ايوه فهنلم الموضوع ونوفقوا راسين في الحلال. نوفقوهم واه بس بالعدل. ها؟ ياد اوعى تتكلم، قلت لك طول ما اخوك قاعد اوعى تتكلم. يقعد. ما تسكت. تفضل يا حاج سمير قول اللي عندك، نوفقوهم. وفقوا راسين في الحلال. ليك طلبات تاني؟ طب الدهب يا حاج سمير؟ يعني الذهب جدتها ملكة الذهب عشان خاطر عايز ذهب انت نكتبوه في القايمه. كتب في القايمه يعني تكتب في القايمه؟ عشان بس نضمن حقها يعني. يا ابوي مضيه على شيك على بياض. لا على بياض، على ايصالات امانه. ايصالات امانه. يوم جاي اسحب عربيه من عندك يا ايه مساله امانه ولا ايه في؟ ما تعقدش الامور، بلا تمضي على سنه امانه، انت تكتب حاجتك في القايمه ومشوا الامور، يعني. دهبك، عفشتك، حكاويك وتجيب على اللي قدك هم نفرين، يعني طبقين ومعلقتين ومشوا حالهم. طيب يعني خلاص يا حاج سمير نكتبون كلهم في القايمه. ابشر يا حاج سمير. اكتب اللي انت عايز هتحل الموضوع. خلاص هتحل الموضوع. كده كده. فرحك يا عريس، فرحك يا عريس، فرحك يا عريس، فرحك يا عريس. خلي بالك منها عاد. مبروك يا عمي. هتبقى لك ببيت، هتبقى لك ببيت. مبسوط يا حاج سمير؟ مبسوط يا عمي. وصي عادي خلي بالها منها عاد. اخيرا الجوازه تمت. مبروك يا عريس.